اهلا وسهلا بحضراتكم. هل لاحظت ان ابنك مش بيعرف يعد كويس؟ او بيتلخبط لما يجي يحل مسألة بسيطة؟ او انه في ثالثة او رابعة ابتدائي ولسه بيعد على صوابعه؟ او انه بيخلط بين الآحاد والعشرات عند الجمع والطرح؟ او انه بيخاف من الرياضيات او الحساب بوجه عام؟ بيرفض يراجع واجباته؟ ده مش كسل او عدم تركيز، دي ممكن تكون اعراض لصعوبات تعلم في الحساب، ودي اسمها العلمي ديسكالكوليا. في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن ايه هي صعوبات تعلم الحساب، وازاي نلاحظ اعراضها بدري، وازاي نقدر نشخصها، وهل هي فعلا بتأثر على شخصية الطفل، ونعمل ايه كأهالي عشان نقدر نساعد ولادنا. تعالوا نشوف مع بعض اجابات الاسئلة دي سوا في لقائنا النهارده. خليكم معانا. اولا، ايه هي صعوبات تعلم الحساب؟ صعوبات تعلم الحساب هي نوع من صعوبات التعلم الأكاديمية الخاصة. الطفل بيكون عنده مشكلة في فهم الأرقام والعمليات الحسابية زي الجمع والطرح والضرب والقسمة، بتأثر على مهاراته في التفكير الكمي والتسلسل والترتيب وكتير من المفاهيم المرتبطة بالرياضيات. وده مش بسبب ضعف في الذكاء، ولكن بسبب اضطراب في معالجة المعلومات الرقمية في المخ. ثانيا، سن ظهور أعراض صعوبات الحساب. بتبدأ تظهر الأعراض من عمر الحضانة لحد أولى وتانية ابتدائي مع بداية تعلم الأرقام، بس بتبان بوضوح مع بداية التدريس الرسمي للرياضيات، يعني غالبا من سن 6 ل 9 سنين. ثالثا، إيه هي أعراض صعوبات تعلم الحساب حسب المرحلة العمرية؟ في سن الحضانة والتمهيدي، يعني من سن 4 سنين ل 6 سنين، هنلاقي صعوبة في عد الأرقام بترتيب صحيح، مش بيفرق بين الرقم ورمزه، يعني الرقم 3 مش عارف يربطه بكلمة 3، عنده مشكلة في ترتيب الأشياء حسب الحجم أو العدد، مش بيعرف يعد من 1 ل10، مش بيفرق بين الرقم والكمية، مش بيفهم كلمات زي أكتر، أقل، قبل، بعد، بيبدل الأرقام أو بيكتبها بالمقلوب. في المرحلة الابتدائية من سن 7 ل 12 سنة مش قادر يفهم عمليات الجمع والطرح بسهولة، وبينسى جدول الضرب بسرعة حتى لو حفظه وقعد يشتغل عليه كتير. بيواجه صعوبة في حل المسائل من خطوتين أو أكتر، بيستخدم طرق بدائية زي العد على صوابعه، بيغلط كتير في كتابة الأرقام أو ترتيبهم، مش قادر يقرأ الساعة أو يفهم التعامل مع النقود بشكل كويس، وبينسى خطوات الحل بوجه عام. المرحلة من سن 13 سنة فأكتر مش بيفهم المسائل الكلامية أو العلاقات بين النسب والمقارنة، عنده توتر وخوف من مادة الرياضيات بشكل ملحوظ، درجاته في الحساب ضعيفة جدا رغم المذاكرة الكتير اللي هو بيعملها، بدأ يكره الرياضيات، بيتهرب من الأنشطة اللي فيها أرقام، عنده ضعف شديد في الحساب الذهني، بيستخدم الآلة الحاسبة في حالات بسيطة جدا وفي أي حاجة يقابلها فيها أرقام. طب إزاي بيتم تشخيص صعوبات تعلم الحساب؟ لازم يتم التشخيص عن طريق فريق متعدد التخصصات بيضم أخصائي نفسي تربوي، أخصائي صعوبات تعلم، طبيب نفسي، وبنستخدم اختبارات تقدير الذكاء عشان نتأكد إن المشكلة مش في القدرات العقلية، اختبارات مهارات الحساب المعيارية، واختبارات التحصيل الأكاديمي، والمقاييس المتخصصة لصعوبات الحساب أو للديسكالكوليا، وبنعمل سجلات ملاحظات للمعلم وتقارير المدرسة. وبنأكد هنا إن التشخيص المبكر هو المفتاح، لأن كل ما تأخرنا كل ما الطفل هيعاني أكتر وأكتر على المستويين الدراسي والنفسي. وده بينقلنا للأثر على التعلم والتحصيل الأكاديمي والسلوك والشخصية. إزاي صعوبات تعلم الحساب بتأثر على كل دول؟ بيظهر عندنا إن الطفل بيكره الرياضيات وبيفقد ثقته في نفسه، وبيبقى دايما متأخر في أداء الواجبات أو الاختبارات، أو ممكن كمان يعزل نفسه أو يرفض يشارك في الفصل لما تبقى المسألة فيها أرقام، وهيعاني من إحباط وعصبية ورفض للذهاب للمدرسة ونوبات غضب، وممكن يتطور الموضوع لظهور أعراض اكتئاب بسيطة عنده وقلق دايم من العمليات الحسابية، لأنه دايما بيحس إنه أقل من زمايله، وده بيأثر على صورته الذاتية وثقته بنفسه. ممكن كمان تتأثر باقي المواد اللي فيها أرقام أو خطوات زي العلوم أو حتى الأنشطة التعليمية الأخرى. طب إيه هي التدخلات العلاجية اللي ممكن نقدمها لصعوبات تعلم الحساب حسب المرحلة العمرية؟ الأطفال من سن 4 ل 8 سنين هنبدأ معاهم بأنشطة العد بأدوات ملموسة زي المكعبات، الخرز، نتعامل بالألعاب الرقمية والتفاعلية اللي موجودة على التابلت، والحاجات دي بقت منتشرة دلوقتي كتير. أنشطة مقارنة المفاهيم، الأطوال والأوزان بشكل عملي،
الأغاني الرياضية والإيقاعية. الأطفال من سن 9 ل 12 سنة هنهتم بالتدريب على البرامج الإلكترونية المتخصصة واستخدام الوسائل البصرية زي الخرائط الذهنية والجداول المصورة، وتقسيم الخطوات وتكرارها بشكل منظم، ونعمل تمارين مبسطة ومتدرجة لجداول الضرب وبرامج تدريب معرفي على العمليات الحسابية. الأطفال من سن 13 سنة فأكثر هنهتم هنا معاهم بتبسيط المفاهيم من خلال الحياة اليومية، وخاصة المفاهيم التطبيقية اللي موجودة عندنا في النقود، في الساعة، في أجندة المواعيد. تعليم استراتيجيات تعويضية زي استخدام الآلة الحاسبة في الأوقات المناسبة، استخدام أدوات تكنولوجية مساعدة زي التطبيقات التعليمية، تقديم الدعم النفسي لتقليل القلق من الرياضيات، التدريب على مهارات التقدير والتنظيم الزمني. ايه هي الرسائل الإرشادية اللي ممكن نقدمها لأولياء الأمور؟ ما تقارنش ابنك بحد، هو مش غبي ولا كسول، هو عنده صعوبة حقيقية فعلا ومحتاج طريقة مختلفة يتعلم بيها. لو قدرت شاركه في جلسات العلاج والدعم التعليمي، وشارك المدرسة في خطط دعم واضحة واشتغل معاهم كفريق. خليك دايما مصدر أمان مش ضغط، وكافئ أي تقدم بسيط يعمله ابنك واحتفل معاه بيه. وشارك ابنك في أنشطة رقمية وتفاعلية ممتعة، التعلم ممكن يبقى لعبة. وخلي دايما التعامل مع الأرقام نشاط يومي، وافتكر دايما إن التشخيص المبكر بيفرق كتير في طريقة التحسن. وخلينا دايما عندنا يقين إن كل طفل مهما كانت حالته أو ظروفه عنده فرصة، محتاج بس حد يشوفه صح. لو انت اول مره تعرف عن صعوبات تعلم الحساب او ما يسمى بالديسكالكوليا، تظهر امتى وهي اعراضها وازاي نتعامل معاها، شارك الفيديو ده وساهم في ان اخصائيين واولياء امور كتير يستفيدوا. ولو حاسس ان في طفل في حياتك ممكن يكون عانى من صعوبات تعلم الحساب، تواصل معانا سواء من خلال صفحاتنا او ارقامنا، احنا نقدر نساعدك ونقدم لك خدمه متخصصه وندلك على الصح اينما يكون. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم اسئله او تجارب، وهنعمل فيديوهات متخصصه للرد عليها. ختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجه مجهودكم نجاح مع اولادكم. سعيد جدا اني كنت معاكم النهارده، واشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.